شايف الشكل اللي ورايا ده؟ لو انت بتابعني هنا من فتره هتبقى عارف اني بحب اصور فيديوهات جدا جدا، على الرغم من اني ما بصورش فيديوهات كتيره الا اني يعني بحب اعمل الموضوع ده يعني. وانت متابعني الفتره اللي فاتت بالتحديد هتبقى ملاحظ ان انا خدت عهد كده ان انا عايز ارفع من كواليتي الفيديوهات اللي انا بصورها، ككواليتي فيديوهات كصوره وحتى كمونتاج يعني. واعتقد ده بدا يرفلكت شويه على الاكويبمنت اللي انا بقيت بستخدمها، زي مثلا الكاتس اللي انا كلمتك عنهم، وزي الكاميرا اللي احنا بنصور بيها والكلام الجميل ده كله. ولكن اخر ابجريد انا عملته الحقيقه، وهو بصراحه يعني انا مبسوط بيه جدا جدا، وهو اللي ورايا ده. في العادي الشكل ده عامة بينطبق من ضمن البراكتيكال لايت، او لو احنا هنتكلم على مذاكرة الإضاءة بالورقة والقلم، يعني الإضاءة اللي ورايا دي هي بتعد وتنطبق نوع من أنواع البراكتيكال لايت أو الباك جراوند لايت. طب الميزة اللي فيها إنها فيها كم رهيب قوي قوي من الفلكسبيليتي، وهي عامة الشيء أو الجهاز اللي بيعمل الإضاءة دي اسمه السنوت، وده في منه كذا موديل. وفي العادي السنوت ده أصلا بيبقى زي هيد عادية كده، وبيتركب عليها السنوت. يعني هو الهيد بفكرة السنوت عامة هو بيبقى هيد كده، وبيتركب عليها السنوت عشان يديك الإفكت بتاع اللي هو التركيز قوي ده، ان انت تعمل زي سبوت لايت او حاجه زي كده. ولكن شركه جنرال كانت عامله اختراع بسيط كده، ان هو مجرد لمبه حرفيا بتركب لها كذا قالب او كذا مولد تعمل لك الاشكال اللي ورايا دي اكتر من 20 شكل. وبصراحه في الاول ما كنتش مقتنع بيه بجنيه، ولكن لما لقيت ناس كتير بتجربه ولقيت ان ده بقى حاجه اساسيه، ولقيته اصلا ناس كتير بتستخدمه، حتى في ناس بتستخدمه كريم لايت، حسيت انه ممكن يبقى اضافه قويه. وحسيت ان هو جه في وقته، او جاي في وقته، خصوصا في الفتره اللي انا فيها عايز ارفع من كواليتي الفيديوهات بتاعتي. عرفني ايه رايك فيه في كومنت، وكمان لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عنه جبته منين وبافضل سعر، اكتب كومنت فيه كلمه سنوت وهبعت لك رساله فيها كل التفاصيل. شكرا لك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.